من تحقق حلم انسان بالدنيا ما يظل زعلان، لما تزرع ضحكة صغيرة بوجه الانسان التعبان. خلي نحاول قد ما نقدر نلون حلمه بألوان، طفل صغير حلمه يشوفك واقف ينتظرك فرحان. خلي نغير حاله الأحسن، جايك احنا نقول له اطمن، واحد من أجمل أيامه هذا اليوم راح يكون. نلعب نفرح احنا سوية، خلي نغير يوم شوية، أنا وانت هدفنا واحد، أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم. السلام عليكم، أنا شاكر قحطان من محافظة بغداد الحسينية مسقط. أنا مريض بمرض الثلاسيميا، أحب أشارك ببرنامج أول حلم وأتمنى أشوف الشاعر حسين العميدي. حياكم الله مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أول حلم. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مميزة مع الطفل شاكر. شاكر يعاني من مرض الثلاسيميا، إن شاء الله شفاء العاجل لشاكر ولكل أطفالنا. وتعرفون أنه برنامج أول حلم هو الداعم الرئيسي لكل أطفالنا، نقدم لهم الدعم المعنوي ونزرع الابتسامة. شاكر يحب الشاعر المميز حسين العميدي، فإحنا راح نسوي سيناريو جميل شاكر ونفرحه ونقدم له كل شيء نقدر عليه. تابعونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حاليا وصلنا لبيت البطل شاكر وابو شاكر. حياكم الله. اهلا وسهلا بك. احنا طبعا نعتذر عن التاخير شاكر، صار لك هوايه من دزت المناشده. للعلم شاكر من كان البرنامج بقناه اسيا انه دزلنا المناشده، لكن تعرفون انه كثره المناشدات ويعني بالالاف، واحنا فور ما نقدر نجهز الحلقه نتواصل ويا الطفل، فاحنا اعذرونا على التاخير، لكن احنا اليوم جايين ان شاء الله ما نقصر وياكم. اهلا وسهلا بكم، تشرفونا بيتكم. شنو حاله شاكر؟ شاكر والله مريض، عنده مرض يسمونه الثلاسيميا بالدم، يعني دمه من الله سبحانه وتعالى يتبخر. اي خاصه اذا بذل مجهود، وهذه يعني لازم كل فتره ندير له دم، لان ما يبقى دم بجسمه. كل ايش قد؟ والله هسه قبل كان كل شهر ندير له دم، هسه لان كبر وجهد الدراسي وهالحركه مالته وهذه، فصارت كل 3 أسابيع كل اسبوع يعني. كل 3 أسابيع. ايه تبدلوا له دم. نعم. زين ماكو اي علاج له؟ والله علاجه الا بالخارج، يعني بالعراق ماكو. بالعراق ماكو؟ لا ماكو. انا هو يعني البرنامج هوايه استضافت اطفال فلسطينيين. اي. والكل يشكي من موضوعات العلاج. اي ماكو، يعني تدري يعني شغل هنا بالعراق يعني على قد امكانياتهم، يعني هم اللي يقدرون يسوون هاي، يوفرون لهم هذا علاج حبوب واكو علاج يعني مثل الاجهزه تخفف نسبه الحديد اللي عندهم بالدم، لان هم هذا المرض يصعد نسبه الحديد عندهم بالدم، يسوي عندهم مثل التشوه. اي. بس الحمد لله شاكر يعني مو كلش عنده. لا شاكر الحمد لله، شاكر بيه الوسطى. الوسطى. اي.
اللي يصير عندهم قله نمو ذولاك صحيح ذيك اي القويه اللي الثلاسيميا الحاله القويه الكبرى يسموها، ذيك شويه يصير عندهم تشوه بالوجه، قله نمو. ومن الولاده صار عنده؟ هو ما اعرف يعني، هو كان عمره سنه ف صار يعني شكله اصفر، فالناس طلعت تقول لي هذا الطفل خاف بيه باصفار، وهاي تعرف الطفل اول ما يصير بيه باصفار هاي. والله ضلينا راجع بيه طلع بيه هذا المرض. زين شنو وراثي كان؟ اي هو هذا المرض وراثي. وراثي وراثي، هذا يصير اذا يعني الزوج والزوجه اقارب وعندهم، يعني اذا كان عندهم عندهم مثلا عندهم يعني بالجينات الوراثيه، مثل واحد من العائله قريب عليهم او هذه، فاحتمال يصير واحتمال ما يصير يعني. انتم عندكم؟ احنا عندنا فطلع بشاكر. يلا ان شاء الله تبطل شاكر، وانا هسه من شفتك قلت هذا بطل يعني، ان شاء الله لا ياثر بيك لا مرض، وان شاء الله تقوم بالسلامه ونشوفك احسن انسان، واحنا عذرنا عن التاخير. لا عادي. تحب حسين العميدي هوايه؟ زين ايش حافظ له شعر؟ فقنا؟ اي انت ايش حافظ له يا قصيده؟ مال انا وفانوس نلعب في النجم كله. والله قرانا خلنا نشوف. انا وفانوس نلعب في النجم كله، وشكو شي بالكواكب روحي تندلل، حباية السمسم من نفلها تضيع، وانا مضيع ولف بولاية الحلة. طعم كل شي قديم تحسه بيروح، مثل طعم الاخبار اللي بالجريدة، يا طعم الجقارة وانت سهران تورثه وتفكر بالتغيير. الله تيجي تحبه؟ زين هو من وين؟ بالحلة. يعني انت متابع كلش. زين بعد من شعراء من تحب؟ احب رضا العبادي. يعني انت تحب شعر يعني تحفظ له؟ اي احفظ. محاولة تكتب؟ لا. يعني بس تحفظ. متلقي. زين شو شجع؟ ريال مدريد والجوية. ريال مدريد والجوية. وانت؟ انا برشلونة زغاي. شلون قاضي انت وياه؟ انا مخليهم براحتهم. كل من يشجع على هواه. هو كبير والله. اي كبير ان شاء الله. زين شاكر يا لاعب تحب ده؟ ابراهيم بايش. حمادي يعني من الجوية. يلا ان شاء الله هم نسوي لنا طلعه انا وياك حتى لو مو حلقه. ماشي. ونروح نشوفهم ان شاء الله. تبي صف هسه؟ بالخامس. انت دزيت لنا من جيت بالثالث. صار لك سنتين شاهدينا يعني، والله انا معتذر من عندكم يعني انه صار هالفتره، بس تعرف من كان البرنامج باسي صار عندنا توقف هوايه، ويعني انتقلت لاكثر من قناه، والرسائل بالالاف تصعد، يعني شايف من تجي رسائل فتصعد تنزل اخر شيء. عاد ذاك اليوم هذا من قال هاي مناشده عندها قديمه، تواصلنا وان شاء الله احنا اليوم ما نقصر وياك، نسوي لك شيء حلو. زين انت ايش تتمنى من تكبر شو تصير؟ مترجم اللغات. مترجم اللغات، ايش عجل يعني؟ احب الانجليزي. تحب الانجليزي؟ زين بالانجليزي؟ لا هو شاكر شاطر. اي متفوق حتى بمدرسته وهذه ما شاء الله. يعني متهون بيه. الحمد لله والشكر. اهم شيء هي دراستك، انت لا تخلي شيء يوقف قدامك. انه اهم شيء واحد يوصل للشيء اللي يريده، انت ما دام خال هذا الشيء هدف راح توصل له، لا مرض لا اي معوق، وان شاء الله توصل. بس انا شوي اشوفك ما ادري خجلان ما ادري. هو شوي خجول. خجول؟ لا احنا ما نريد خجل بعد. زين بعد اكو قصايد تحب له لحسين العميدي؟ ايه. يا هي بعد. نجيبك على السلف تسوى السلف كله، والمفارق عيونك بالسلف شله. اريد اصفن بوجهك صفنة الميتين، ما ارمش لون شتيتني بسله. الله يعني تحب هاي اكثر لو قبلها؟ لا قبلها. قبلها اكثر. يلا احنا نشوف اليوم، جوز اليوم اخذك اطلع لك حسين الحميدي بشاشه ونقعد نباوع نسمع بس قصايد، اعزمك بس على مطعم. ماشي. ومضوج. لا. انتوا بعد قمتوا تعرفون لعباتي وهاي. زين من البرنامج يا حلقات عجبتك؟ مال حمادي. مال حمادي لين من الجوية. لين من الجوية. وبعد مال امجد عطوان. مال ويا بسام. ويا بسام. شو ذكر امجد عطوان ليه قلت له انا شرطاوي؟ لا مو يمكن بسام هم بي تلسين. ايه. انتوا شنو يعني وضعيتكم بالعلاج هذه؟ تحبون الناشد بشيء غرض من الحلقه؟ والله احنا الغرض من الحلقه بس سعاد اكثر، لا اكثر ولا اقل، يعني هو هاي امنيته كان يلتقي بيكم
وحتى يقول لكم يعني على شي يتمنى هو وهذه. هو مناشدكم انا اصلا حتى ما يعني ما عندي علم، الله شاهد. يعني جايتكم صارت مفاجأة. الله يخليك، احنا ان شاء الله كل شيء نقدر عليه ما نقصر، وبرنامجنا هدفه الابتسامة وزرع الابتسامة. الله يسلمك، والله جايتكم هاي كلش كافية. يعني احنا مجرد ما زرعت البسمة بوجهها هاي كلش كافية عندنا. هسه انت جاهز؟ جاهز. بس اريد شوية الخجل يروح. ماشي. تمام. شنو يا كرام، راح ناخذ شاكر حاضري له شغلات حلوة، تابعونا. أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم. السلام عليكم أحبتي الغوالي. طبعا اليوم في برنامج أول حلم اجينا نحقق أمنية الشاب شاكر اللي هو تمناها إن شاء الله حتى يشوفني، ونحقق له إن شاء الله هذه الأمنية في برنامج أول حلم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياك الله. حياك الله استاذ. شلونك؟ الحمد لله. بس احنا احنا تاخرنا عليك، بس هسه احنا نريد نفرحك. شنو اللي تريده احنا من عندنا، احنا نقدم لك اياه حتى بس تنسانا شويه الموضوع السنتين. بس احنا جينا المطعم ونتونس انا وياك ونشوف ايش راح يصير. ماشي. عندك انت بشين تحب نسولف فيه؟ بس على مود موضوع الراتب. شنو الراتب؟ ماكو يعني حد الان قدمت انا قبل تقريبا سنه هيك. راتب رعايه اجتماعيه؟ المعين والمريض. ولحد السلام المريض ولا معين؟ ايه. ان شاء الله احنا نناشد وزير العمل والشؤون الاجتماعيه. اليوم شاكر احد ابنائنا اللي يحتاج الدعم، وهذا ربما حقه وحق اي طفل يعاني من مرض الثلاسيميا او اي اعاقه يحتاج الراتب الرعايه الاجتماعيه. اتمنى انه اليوم وزير العمل والشؤون الاجتماعيه جاي نشوف خطواته خطوات جيده وتصب في مصلحه المواطن العراقي. فشاكر يعاني من مرض الثلاسيميا ويبدل دم تقريبا كل اسبوع، يحتاج الى راتب يعينه حتى مساله الادويه بمسائل الاخرى. هو طالب، وايضا راتب المعيد. فاتمنى من وزير العمل والشؤون الاجتماعيه انه ينظر لشاكر نظره ابويه ويستجيب لندائنا، وايضا امنيه شاكر براتب للرعايه وراتب المعيل. وان شاء الله احنا عندنا هواي اطفال يعني يعانون من نفس المرض ولحد الان ماكو راتب رعايه اجتماعيه. ان شاء الله وزير العمل والشؤون الاجتماعيه ما يقصر في هذه النقطه، وبعد الحلقه احنا نتواصل وياه وان شاء الله هذا الموضوع ان شاء الله ينحل. ان شاء الله. زين انت من الشعراء منو تحب بعد؟ غير حسين العميدي؟ اي نعم. احب رضا العوادي. حافظ له شعر؟ رضا وحسين. لا رضا العبادي. اي حافظ. والله شنو ايش حافظ له؟ يقول ما عاجبك مظهري الوحد نقل لي بستر مو تجي قبال الخلق والصيح تتطور. الله. هسه انت من تنجرح مو قبلك تعور. سديت بابك بدي واسمع تقيلهم علي يقولوا له تو طلع ما نعرف اخباره وما لقاك بالنسبه لي من ارجع من السفر واشتم الاعمار. الله. انت خاف شاكر خاف واقع بالحب. شو خجول ودائما قصايدك على الحب، سولف لي. زين اصدقائك يدرون بك انه اليوم عندك حلقه؟ يدرون. انت قايل لهم قبل سنتين. زين شاكر هم شعراء الحله تعرفهم؟ منو؟ حسام الحمزاوي. حسين العجيلي. مهند العنزي. يعني انت متابعهم كلهم تقريبا؟ اي. زين شاعر حسين عميدي يا قصيده تحب له انت دائما؟ انا وفانوس نعرف النجم كله. شلون؟
أنا وفانوسنا اي وبعد من نجيبك على السلف. من نجيبك على السلف. زين راح اقرا لك اياها والله بصوتي، شوفها تعجبك. اقراها هاني. تتوقع تطلع حلوه؟ تطلع حلوه لو ما تطلع حلوه؟ يلا انا راح اقراها. من نجيبك عالسلف تسوى السلف كله والمفارق. من تحقق حلم انسان بالدنيا ما يظل زعلان، لما تزرع ضحكة صغيرة بوجه الإنسان التعبان. خلي نحاول قد ما نقدر نلون حلمه بألوان، طفل صغير حلمه يشوفه واقف ينتظرك فرحان. أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياك الله. حياك الله استاذ، نورتنا. حبيب قلبي انت. نشكر جيتك. انا اشكركم على هذا العمل الانساني الخلوق الله يخليك. اللي هو نريد نقول بادرة طيبة بالمجتمع تشد عزيمة كل إنسان محتاج هذا العون وهاي المساعدة المعنوية العالية جدا. الله الله يوفقك. يحفظك. هواي ناس يجهلون شنو معنى الدعم المعنوي، لكن هي كبيرة بالنسبة للشاكر والغير شاكر. أكيد. إن شاء الله احنا اليوم أنت جيتك هي مكسب للبرنامج وأيضا هي فرحة الشاكر. يديمكم احنا بالخدمة، وهذا أقل أني والبرنامج كادر البرنامج أقل ما مقدمة للحبيب أخونا شاكر، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والصحة والسلامة إن شاء الله، وتعدي هاي الأزمة وهو إن شاء الله قدها ويتعداها إن شاء الله. تعرف شاكر صار له قد من دز لنا المناشدة وأنا اعتذرت من عنده هواي، كان بصف الثالث وسبب الخامس هو. صحيح. نزلنا المناشدة بس قلت له صارت عندنا انتقالة، كان البرنامج باسيا وانتقلنا توقفات ومناشدات هواي، فلذلك احنا تأخرنا عليك. واحنا آسفين باسمي وباسم البرنامج، آسفين لك لهذا التأخير. الله يحفظك. يمك بعد حبيبك وانت يمك شاكر، شنو تحبون تسولفون بعد يمكم. بكيفه هو شنو، احنا جايين بخدمته، احنا جايين نلبي لك هيك حلم امنيه قليله مره على بالك احنا نلبي لك اياها. شنو تحب تسأله؟ أحسن شاعر بالحلم. موضوع الاحسن احنا شوف هذا حقك انت تسأله خوش، بس احنا ما عندنا احسن شاعر لا بالعراق ولا بالحله ولا بالوسط، لا العربي ولا حتى الاجنبي. يعني موضوع الادب والشعر عليه بالنتاج، يعني اليوم افضل نص انا اقراه، بس مو معنى انه هذا افضل شاعر ممكن يطلع عنده نص يعني مو ذاك المستوى، مو صحيح؟ وقد شاعر انت ما حاسبه يوم من الايام يطلع عنده نص جميل، سواء كان شاعر او كاتب او رسام. يعني هسه الرسام المبتدئ قد تكون لوحاته ما تثير الاعجاب، يوم من الايام يرسم فد لوحه يمكن تاخذ الصداره، صح لو لا؟ صح. فاحنا ما نقدر نحكم نقول هذا احسن شخص بالنسبه اللي يجي وراه ويبدع شلون. اليوم كانت عندي حلقه مع شاعرنا المبدع الكبير مامون نطاح. تحياتي الاستاذ مامون. الله يخليك. فهم سأله قال له منو افضل شاعر؟ فقلنا حاليا ماكو افضل شاعر، اكو نص احلى من نص. اي هو نصوص عمل نتاج هيك يعني. فهذا التوضيح لك يعني. انت شو تحب، بس الشعر يعني ما تحب مثلا الرسم الموسيقى؟ شنو اوقاتك؟ انا بدي اسالك يعني برخصة استاذ احمد، وقتك يعني انت مثلا من الصبح لليل شلون؟ سولف لي عن وقتك. عمل دراسي. خوش. من ارجع اكمل دراستك انت بيا صف هسه قلت لي بالخامس؟ خامس ادب. خامس ادب، موفق ان شاء الله. وسبع يعني زين بالدراسه. اي موفق ان شاء الله. كمل واجبات وهاي. اي اسمع اشعار. يعني انت احنا طبعا هاي شلون نقول نعتبرها نصيحه لك. اذا انت كنت تحب شيء، تحب فن، تحب ابداع معين، تحب اشياء انت تتابعها، يعني هسه اكو شخص تلقاه هوسه دائما انه يشاهد مسلسلات، صحيح؟ انت هوسك دائما شنو؟ شعر. فاحنا ما نريد الشعر هم يطغي على وقت الدراسه. لا. اي لان الدراسه هي نمبر 1، اهم شيء الدراسه. ويحب لك قصايد اثنين لو اكثر.
ثلاثة حفلة. زين عاد تستغل الوجود يصير الديو بيناتكم. انا بخدمته شنو اللي بباله احنا ننفذ. يلا انا وفانوسنا نعرف النجم كله. بس شوية صوت عالي حتى انا انت علي لي مسمع. صوتك انا هسه ما اسمعك. انا وفانوسنا نعرف النجم كله. وشكشي بالكواكب روحي تندل. حباية السمسم اللي فينها تضيع. وانا مضيع ولف بولاية الحلة. عمر ليلك طويل ودفتر صغيرون. اكتب مدرلف كانت تتنفله. واتذكر قبل لما من ينطف الفانوس نركض عالصور من وجهك نشعله. مو بس الضوء حتى المريض يطيب راوي صورتك والعافيه ترد له. يا المخلص الدراسه برحله الشطار وكتاباتك حروس. يبيعها العطار حتى ابن المديره. من نسل يوسف جاي نشرد بعد وين خفنا على دينا تروح. مرات القلب من الوجه ينشاف وتبين اسراره وينفضح كله. يمك وعرفت معنى اليموت يعيش من يبعد سنين ويلتقي بخله. وتظل شنك وقف ما تنشر وتنباع. عندك سالفه بس تستحي تقله. جا هو اللي يغصب الزاد الا يقول ابو نفس العزيز المستحد كتله. خلينا نحني من جلب شف اللاع. تكسر خاطره لما تجي تعدله. اكو من ينسحب يخسر حروب وجنود. واكو مثل العلم من ينسحب يعلم. مو كلها صدق واليلمع تحاشاه. تعرف همك هوى النسخه مهدله. تعال انا رجل جيب السلال وحوش العفو. قصد اخذ شيب وفصل البدل. بتكترهم المارمة وانساك. وحق رمشك الطوخ الماخذ كحله. انا شايل خلق نهر الفرات وياك. ضم ملوحته لحد ما وصل دجله. قال انا كبرت ما سامع يقولون العشق تال العمر عند العرب فشله. قلت له قال لك ضايق سواد الليل مدور بروحه وما لقى العله. تعال الولف من يكبر عزيز يصير غصبا على الليالي غيرت شكله. نكبر بالعمر بس بالعشق صبيان. ايش ما يكثر الشيب بقتلتك. الله حياكم عاشت تنام لك ابداع. يحفظكم ويدين ان شاء الله. هذا برنامجكم الجميل الانساني طبعا انساني بحت. وهاي الدعوه شوف انت تعرف احيانا هواي تجيك دعوات يعني باليوم تجيك اكثر من دعوه صح. لكن هاي الدعوه تحس اكو شيء دافعك الها تختلف عن باقي الدعوات صراحه. يعني اليوم انت مو تقرا الشخص عادي او رايح الهدف من القراءه. صح هو الشعر رساله لكن هنا اليوم رساله وعامل معنوي. عامل الشخص محتاج هذا الشيء. الله. يعني ممكن اليوم امثال شاكر من يلتقون بناس يتمنوا لهم وجنابكم والكادر طبعا مشكورين على هاي الجهود خوش وتلبوا لهم طلبهم. اليوم من راح يجي انا ما اقدم بس رساله لا اقدم رساله ودعم بنفس الوقت. صحيح. فهاي الامر اليوم انه انا احس شاكر يخصني شاكر يعني لي. مرات اني اتجرد من شخصي اصير مكان شاكر واقول له انا متمنى شخص من هيس محافظه. هو احنا كنا من كنا صغار كانت عندنا اماني. لا انا اتجرد وارجع العمره واتمنى اعيش اللحظه. فايش قد جميل منه اني يجيبوا لي هذا الشخص ويخلوني التقي به. الله لو الكل يفكر نفس هذا التفكير. الله يحفظك ويعزك. الله يخليك. طبعا العفو اقطع سالفتك. شنو اللي نقدمه ببالك احنا؟ البرامج فنانين شعراء كل الاشخاص المشهورين المعروفين شنو اللي يقدموه؟ الامثالك هو قليل جدا بحق. الله يسلمك. هو احنا اكثر يعني شلون واجبنا خوش ونجي على رؤوسنا ونجي احنا الممنونين لك. لان اليوم انت من احتاجيتنا انت تعرف هو التوفيق والعطاء من الله. صح. فاليوم الله سبحانه وتعالى ينظر لهاي الناس مو؟ الله يخليك. يشوف ورب العالمين راح يكافئك على لا اكيد هاي منتهين من عدها. بس احنا قلت لك يعني الله سبحانه وتعالى من يعطيك نعمه يعطيك فد شيء معين خوش هذا لازم عليه ضريبه مو تتصوره هيك يعني لازم تتعب لازم تواصل لازم تطي من عده خوش. فانا اليوم جدا مسرور بهذا اللقاء جدا. يعني شلون احس عملي الشعري بجهه خوش وتلبيه دعوتكم الشاكر بجهه. الله يخليك.
لا هذه جداً من, معتز من, بيكم. من انسانيتك الله العاليه يحفظكم، وتعاملت ويانا بخلق جدا الله عالي. يحفظكم يعزكم. من قلنا لك انه اكو شاب يحبك قلت انا حاضر. لا بخدمتكم، هذا الامر جدا جميل. فنرجع احنا للشعر، للشعر. لان هو موضوعه كله الشعر، بس هو كلش يعني شويه خجول، هو خجول مو؟ اي ما يخالف. عوف الكاميرات كأنه ما احنا مو بكاميرات بعد هذا اللقاء اللي منتظره صار لك سنتين. سولف انت، شنو اللي ببالك؟ احكي انت مرات من الشوف. ما دا نشوف منتديات بالهله. منتديات. واليوم شوف موضوع الشعر في بادئ الامر كان اي شخص يريد يسمع شعر لازم يروح المنتدى وجمعيه. اليوم الشعر صار بكل مكان، دليل على ذلك احنا ماكو كان شاعر يقعد بمطعم، برنامج بمطعم، مو؟ اليوم قلت تسمع الشعر بالمطعم، مو صحيح؟ تسمعه في افتتاح مثلا، افتتاح افتتاح محل، افتتاح كافيه، افتتاح اي شيء. بغض النظر انتقل الشعر نقله نوعيه. اليوم الشعر الشعبي وين دخل لاعلى مؤسسات الدوله، مو؟ صح. العلميه اللي هي الجامعات. اليوم اي مهرجان بالجامعه بشاعر شعبي. صحيح. حفلات التعارف بها شاعر شعبي، حفلات التخرج بها شاعر شعبي، المحافل الوطنيه بها شاعر شعبي، المحافل الدينيه بها شاعر شعبي، وهكذا الاعلام. اليوم انت هسه من الصفح بالقنوات ايش تلقى؟ القناه الدينيه تلقى انشوده دينيه او الاطميه، هذول كاتبين الشعر الشعبي. نتقلب وتلقى اغنيه كاتبها منهم شعر برامج شعريه. برامج هسه ناهيك عن البرامج الشعريه، شوف الاغاني ايش قد وتسمعها بالسياره، تسمعها بكل مكان، مو؟ هاي من يكتبهن الشاعر ولا المطرب. صح عنده موهبه على الالقاء، لكن منين يجيب نتاج ادبي؟ يجيبها من الشاعر الشعبي. فالشعر صار بكل مكان. انت سالتني ليش ما نشوف؟ فالشاعر قام باي مكان تلقى شعر، باي مكان تلقى شعر، تلقاه قاعد بكازينو، تلقاه قاعد بمطعم، تلقاه قاعد بمكان معين، اي مكان. يعني كثرة القراءات تعددت. كان قبل الشاعر ما يقرأ الا بالاتحاد، بس الشاعر وين ما كان يقرأ. بس العب بما انت جبتها على القراءة، اريد فت قصيدة تحسها من قلبك الشاكر. يريد هو يطلب له انا اقرا له؟ لا انت نريد احنا فد شيء، واذا بعد حصري بعد افضل. هاي حصري طبعا إله يعني. هي قصيدة جديدة. ما انه هو يحب الشعر. يقول سولفوا عن الدفن، ما حد براسي اجى بس التدفان، حاجيني من نندفن يتحرك وينعقد من وحد لسان. مرة قلت لي الوقت، قلت لك عمت عين، حاربني وانا عزل والراح منا عمر شيعة وسنين، وحاسبهن على الوقت سكينة كل امنياتي حبر من تبتعد عني، ويشفيك شر الدمع وحكايته واني عايش بموقف صعب، شايل جنازة اخو الوالد تغني. كا ليش مو يمي وشي يصير لو يمي، على الاقل من نلتفت القاك مثل حكايه بيها دفن، تنكتني نكت الفرش ويطيح كل همي. يا العلمتني السهر علمني نسيانك، جفوف ايدي اشتهت كيلون بيبانك. مرة اعتبرني وطني الفارغ احضانك، اتدرب على الهدف خليني يشانك. احسبني خيط انسحب متدندل من الهدم باطراف قمصانك. قلت لك تحبني خجلت، وذاك حمار الوجه غطيته بردانك. ما بقت من اي بشر بس بايق لسانك. كل الاعمال الصدق بها حسن نية، من قلب جاي يشتري تحملوني من نية. كل ذنب رايد بشر عايش شذب يمها لو عايش صدق بيه. ودوني على المشنقة، ما اريد هذا العمر ينعاد يوميا. وشاليش مو هي وشي يصير لو هي. معقولة هاي الشمس تعوف وقت الصبح وتقوم تطلع عكس وقت المغربية؟ معقولة هذا الهوى يتعارك ويا البشر ويزاعل الرية؟ شاهاي تالية تقطعون حتى النفس على يستر بنية. بقصدي كلهم دروا بس ما دروا، هي بسالفتي كلهم دروا بس ما دروا. الله يحفظك عاشت تنام لك. يحفظك. هاي قصيدة حصرية وإلك. احنا نريده هو هسه، هو خجل الجو إلك. زين شنو رأيك ناخذ فاصل كيف حتى تتغدون على راحتكم؟ كيفكم؟ انت جاي مسافة طريق وهو هم تعبان جاي من المدرسة وجا قبل. خير ان شاء الله موفق. ناخذ فاصل براحتك وبعدها نسولف. تمام. شيء كرام فاصل ونرجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، الف عافيه. الله يعافيك الله ويسلمك يخليك. ويحفظك استاذ احمد. هسه بعد عندنا دقائق متبقيه من البرنامج، شنو تحبون تسولفون بيه تجولكم؟ تمام، احنا بما انه شاكر يقول الما يحكي نحكي مو شاكر عادي اسالك وما ابي احراج يعني ان شاء الله، ما هي اسئلتي هم مو محرجه. كونك ساكن بغداد مدينه الحسينيه، تحياتنا لهن مدينه الحسينيه. حياك الله. شنو المحافظات اللي طالعنهن يعني انت مثلا؟ بغداد. بغداد، انت يعني بن بغداد. البصرة. البصره رايح. عمارة. مارة. كربلاء نجد. حلو. جاي للحله؟ ايه. اه مقام شيخ انت حسن. ناس من نسوي لنا جايه لك خاصه. اهلا اهلا وسهلا الله والف هلا. بعد محافظات الشماليه رايح لهين؟ لا لا. مسافر خارج القطر؟ لا. خوش. زين، هواياتك غير الشعر مثلا كرة القدم، الشاهد كرة لا، قدم؟ انت تلعب كرة قدم؟ ايه لا. والشاهد؟ ايه. خوش. يا نادي الشجيع يا منتخب. جوية. حلو. ايه وريال مدريد. جوية ريال مدريد. وانت؟ حلو. انا ما اقدر احكي قدامك والله، ما صايره حرب مال التشجيع. لا ماكو، لازم نعرف. لا ما اقول لا متحفظ على هذا، هو يسالون عنه. يعني النادي خارج العراق ما تقبل تقول؟ ايه خارج العراق؟ ابد ما اقول. والداخل العراق؟ يعني احب الزوراء. الزوراء. احب الزوراء. تحياتنا كل جمهور الزوراء. تحياتنا لكل نوادي العراقيه والرياضيين اللي بالعراق، تحياتنا لهم كلهم، محبتنا ولبلدنا. شاكر ما يقبل يقول لك. شنو هوايتك غير الشعر؟ هوايتي هو يعني الشعر يعني، بس انا احب يعني احب الرسم، يعني أنا اشوف رسام، مو احب اشوف اللوحه، احب اشاهد. طبعا الف تحيه للحبيب الفنان الرسام محمد هتلر، من ادخل المرسمه واشاهد يعني الرسوم جدا ارتاح، اشوف لمساته. طبعا محمد هتلر من بابل، تحياتنا. رسام يعني رسام جدا مبدع وجدا كبير. اضافه الى الرسام محمد امين من النجف زملائي، احب يعني انه يختارون لوحات فنيه حلوه. اللوحه عباره عن رساله ان يرسموها، فهاي هوايتي غير الشعر يعني بالنسبه للجانب الفن. طبعا الرياضه اكيد اشاهدها، المسلسلات يعني كل احنا يعني عندنا بس هوايات. اريد اعرف السر ليش ما تقبل تقول لنا؟ لا ما اقولها، حرب صايره والله بيناتنا حرب يعني. اي النادي ما اقدر اقول هاي يعني. مشكله، احنا لازم نعرف. يعني اقول لك هسه من نطلع. يعني ويا شاكر لو ضد شاكر؟ سألني. شو يقول؟ اسمع طبعا هذا السؤال مو بس اللي يعني انت شو بس اللي تسال. واش شنو السؤال؟ استاذ احمد اعمر شنو اكلت؟ اسال استاذ احمد. هاي يقول لك اعرف شنو اكلته. شنو هي؟ قل لنا انا هم اريد اعرفها، ما اعرف، يجوز تجون لي الحله بدي اسوي لكم اكل ما اعرف. البرياني. برياني تمام. انت شنو اكلتك المفضله؟ المقلوب. المقلوبان الدولمه. الدولمه. الدولمه اكله طيب. هسه تقريبا احنا قريبين. واش؟ بعد لو قايد كان طلبنا لك دولمه؟ لا ما يستوجب. والله كله خير وبركه، نعمه من الله، ما قصرت. الدولمه يمك راح ناكلها. اهلا وسهلا. لو يمي بالبيت تنورنا. الف هلا بيكم بالحله. الله يخليك. واني ما تعزمون لان انتم اهلي وبيوتنا ان شاء الله. الله يحفظك. بعد شاكر راح يصير اخوك الصغير ان شاء الله، اخي وحبيبي شاكر ان شاء الله. انا اليوم مش رحت اعطي حساباتي وارقام الخاصه. واي وقت يحب يتصل بي يسالني. خوش. بعد انت من تريد تسوي قصيده جديده تخابر السمعه؟ اكيد انا جاي اكتب حاليا جديد. اي راح اول شيء السمعه راح اسولف انا وياه بالجديد لان هسه ما اقدر اعلن عنه. حلو. فرحت اتصل عليه مثلا اقول له اسمع هذا البيت او قصه انا كاتب، مرات اكتب قصص اكتب له يطرح هو علي يقول لي زميلي هيك وين شفت قصه. فعادي يعني الموضوع راح يصير جدا طبيعي. حلو. احنا كانما زملاء من هاللحظه ان شاء الله. ان شاء الله. زين من اللي يسوى السلف كله؟ يعني اليوم مرات اكو عباره تعميم. هاي اليوم كل انسان مرات عنده شخص معين يقدر يقول يسوى السلف كله، مو بس انا. انت عندك وشاكر عنده وكل شخص. نسمعها؟ نسمعها اذا يحبها طبعا. هو اكثر قصه. سوى تقروها لو؟ نقراها انا وياك؟ انت حافظها كلها لو نص؟ يعني نص. نقرا نص من عندها. كويس.
من اجيبك على السلف تسوى السلف كله. والمفارق عيونك، السلف شله. اريد اصفن بوجهك، صفنة الميتين. ما ارمش لون، شتشيت نفسي. انا الما تيهت تيهني وجهك بعد. بدو درب الصحارى اشتم واندل، قفل خليت لك خيط على طول الروح، حتى منين ما تشتاق لتفله. يا شذرة محبس المؤمن ومن تطيح بعلامات الموامن، تعتبر خله اللي يحب من طرف واحد بوجهه يبان على دفنة عزيزي عامل الدفان، من نظرة عيونه يبين المعيوف، من يشرب جقاره ويطب الدخان، شايف سنون الذيب من تلزم الشات اقوى ب10 مرات، حب الغريبات. الله. انا اتمنى شاكر ما يحب غريبه حتى ما يتاذى. هو كأنه واقع بالحب شاكر. هو طبعا اللي يحب الشعر والموسيقى ايه يعني عنده نوع من هذا الجانب، جانب الحب. انت شو تحسه؟ بس انت شاكر من هسه تحب وتسمع القصايد وضايج وتطلب برامج وتريد تشوف الشعراء. وبعد اكو قصيده لك يا هي اللي تحبها؟ من يحبوا الفبيكم. شو على الحب. انت زين. انا رح اترك لك الجو المايك لك. اقرا لي من يحب الفبيكم. من يحبوا الفبيكم ويرفع ايده. اي اريد نطيح شايات تفيده. قانون العشق مثل التصاوير، القديمة تصير أعز من الجديدة. طعم كل شي قديم تحسه بيروح، مثل طعم الأخبار اللي بالجريدة. يا طعم الجدارة وانت سهران، تورثه وتفكر بالتريدة، وترد رسومه بيك وتصرخ الله، مثل البيت اللي يجيسك بالقصيدة. الله. اللي يدفيك وانت بكلها بردان، اللي يقرب المسافات البعيدة، تجي وتصيحه من فطر الحياطين. لا رفاقك تفرع الحديد. كبير الحب الأول وحد يعيش ويظل معزول عن وجه اللي يريده، مثل طير الزريج بقبة إمام لا تجناه، لا تقدر تصير. ها عقل شو مخبوص واسمع ضجيجه، بس لا ذكرت رسوم وجه العتيجة. قبل كان الولف يخبز والولف يفوت ويسمعها حكي، بس تستحي وتدور. تخجل والحمار يلون الخدي من حرورتك، ويقل لها الصبح باكر الروح، نزور واجيب لك علق وانت الحب ندور. ومر على المقبره واحجز اثنين دور. بالمقبره تصيرين، جيران اريدك. بل الرمل ينزاح. كم كشيدك. الحبيب شاكر الله حافظ يعني اكثر من عندي، انا مرات انساها. مبدع يعني، هيك متاثر وذواق. هو ذواق من اي طبعا اختارك طبعا ومن مبين حفظك. مبين. هو يعني شوف الانسان اللي يحب الشعر يحفظ ونبرة صوته طبعا، وخلف الكواليس من سوالفنا وكذا. هو هسه شويه لين الكاميرا قيدت. تحسه انسان يعني عنده باع بالذائقه، يعرف هواي شعراء. اي ويحب رضا العبادي هم. تحياتنا رضا العبادي ومحافظ له. اي الف تحيه الحبيب تحياتنا له. احنا ان شاء الله رضا على الجايات، انت اكيد راح تجيني الحله. ان شاء الله. فبيوم اني التقى انا ورضا ان شاء الله، اذا التقينا ببغداد رقمك عندي، اخابرك اخليك تقعد يم رضا وتسجل قصيده انت وياه سوا. حافظ له ولا لا؟ اي ترى يزعل مو جاي من العماره هنا وانت ما حافظ له قصيده. هو حافظ له قرالي قصيده. اي الرضا. اي يا هي والله كانت ما عاجبك مظهري. اي الواحد نقل بستر مو تجي قبال الخلق وتصيح للطور. بس انت متنجرح مو قبلك تعور. الله. سديت بابك بدي واسمعت قلهم علي يقولوا له تو طلع ما نعرف اخباره. الله. وملقاك بالنسبه لي من نرجع من السفر واشتم العمار. الله الله. تحياتنا للعماره. هسه تجاوب. اليوم فراقكم ما ينحس بيوم، يلي من السينة زرار الهدوم. الله. أشيليد الشكو صاحب منارة، لو انساك لو عوف الجقارة، على ريحتكم عشقنا ولاية كلها، وصوركم قمنا صورة ناخذلها. أنا روحي تتيه من يجي الليل، بس بسرعة تلقاكم يا هلا، تمرون ولو ميل الثواني، والله فراقكم حار وجواني. ليش ما أريد بسرعة جاني، الناس تريدني وحاير شقلها، على ريحتكم عشقنا ولاية كلها. الله الله. شعراء أنا اليوم قدام شاعرين مو شاعر واحد. زين هنا يجي السؤال. ايه لو هسه انطرح عليك موضوع مثل ما اليوم البرنامج لبالك دعوتك، خوش قد يكون برنامج جهة معينة منظمة، يقولوا لك شاكر انت إلك
سفر، يا دولة تختار من العالم؟ تركيا. لوين؟ تركيا. تركيا؟ ان شاء الله. هاي هم مناشدة عبر ان شاء الله كل أي. شخص يسمعنا. إنه شاكر محتاج سفر لتركيا، شاكر محتاج هذا الدعم، محتاج النظرة الإنسانية، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تتحقق هاي إن شاء الله. وايد يتابعون البرنامج من الناس الخيرين، الناس الطيبة من الخيرة اللي الشركات. يتابع البرنامج. وشاكر محتاج سفرة تركيا، إن شاء الله تطير تركيا، بس هسه شتاء خليها على الصيف. تروح وحدك؟ ها؟ تروح وحدك؟ لا أكيد يعني أكيد ويا واحد من أهله. زين أستاذ، من كنت يعني بعمرك أي من كنت تتمنى تشوفه؟ حلو هذا السؤال. الله سؤال سبحان الله. إيه. كنت اتمنى اشوف سيد عريان السيد خلف. الله. اي الى ان يعني يمكن بال 2010 يلا قدرت اشوفه. ايش قد صار عمرك يلا شفته؟ يعني تقريبا عمري يعني عبرت الاعداديه، سوينا بالكليه وشفت سيد عريان، بس شفته اول مره. هي المشكله شلون شفته؟ انه انا مدعو شاعر، وهو من ضمن ضيوف الشرف في يوم من يعني في احد المهرجانات، بحيث من جلسنا على طاوله واحده احنا كلنا شعراء. شايف نفسك من تساوى بشخص انت تتمنى تشوفه؟ الله. هاي كان يوم مميز. طبعا هذا في محافظه النجف. حلو. فهذا اليوم كل شيء انسى بالشعر، الا هذا اليوم ما انساه. الله. سبحان الله. كانت الطاوله هو مقابلي، يعني انا حافظ حتى تدخينه وشلون يدخن سوالفه. ما علمنا احنا قبل ندخل نسولف بالشعر وهاي، علمنا شلون السوالف العامه، لان اليوم انت كشاعر تخصك المدرسه ويخصك الازدحام ويخصك الشرطي ويخصك كل شيء. علمنا نسولف بمشاكل بلدنا، نهم ببلدنا. يعني كانت التفاته كلش راقيه ذاك الوقت. بعدين اخر شيء رجعنا على الشعر، سولف انه ها ما سولف شعر وهاي، سولف مواقف صايره وياهم اثناء المهرجانات وكذا. ومثل انت قلت انه انا ما نسيت ذاك اليوم، بس شاكر هذا اليوم عنده راح يكون مميز وما راح ينساه. ان شاء الله راح احنا نمسحه باللقاءات انا وياه، هواي رحنا نلتقي. يعني انا من اجل اعبر للرصافه مهرجانات امر عليك، عادي تروح وياي للمهرجان ان شاء الله. وبعد هو بعد انت راح تقدمه بعد شهر. لا بعد خلص ان شاء الله. بس احنا نطالبك انه تعتني بموضوع دراستك. مو معناه احنا الشعر كل شيء، لا. الدراسه اول، خوش نمبر 1. تكملي امورك كذا كذا، كل شيء له وقت. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شاكر قلت لي حافظ دارميات هم. يلا انت وشاعرنا المميز حسين العميدي. يقول ما اخذ واختار والفل يغيده، من يمشي خليه يشيل كافور عبيده. ضميت سرك روح سر الجهالي، يا مراسلي شهدون وانت على بالي. يقول والحمزه لو موجود لما خذوها الا شحط العريس بعقال ابوها. كون الدمع ينباع واجمع وعده، ينعصر 6 مرات وجه المخده. الله حلوات. بعد حافظ له هاي؟ ما جاي حضرنا. ما جاي حضرنا. طيب. بس حلوات هاي. من اللي تريد تشحطه بالعقال؟ لا هو واقع بالحب، بين يحبه من عيونه. والله عيونك؟ انا تسع حتى شفت المحافظه بعيون اللي يحب من عندها. الله يا محافظه. لا احنا ما نريد نقول له، نريد شويه نحرجه يعني قدام الجمهور. ما فيها شيء، ترى الحب احلى شيء. وحتى ممكن واحد يحب والده، يحب اخوه، اخته، صديقه، والحب مو الا للحبيبه. لا اكيد اكيد الحب يعني فيه هواي تفاصيل. شنو بعد قبل لا نختم الحلقه عندك سؤال؟ نسمع مال خلوك شمال. حافظ منها انت لو لا؟ ايه حافظ منها شوي. انا اقرا لك اياها ما تعبك. هاي الخذوك شمالهم، ما حسبوا الحساب اللي يبوق من السلف، وايق عقل ناطور كونك من ريحه تفقس عيون الدار، المكحل رماد يشوف بس النور، ديبو ما كلت يوسف
شجاك تخاف؟ أمن واطمئن، ما بيك كل قصور بس وطيبته ودينه وصلاة الليل. من ملشوك شفت 14 عاشور، العقل يا أهل العقل راحوا يلب، وشيلات العرس يا ريتهن كذاك الاسم عايز وابن الشوية، كون الوقت مو هاد ذاك اللي كنت بيه صدر النهر مخبوط يصفى من حاجي. ألولي لحصرتك كل ما يجيني الليل، ومن تطلع شمس بنتونا سوف ياي، والشلح جلد ما مشيت ضليت، وجبتها وياك ممشي من العطش للماي. عرفت العشق ذمه وعمره 6 سنين، واكتب لك كنت درس القراءة وياي، خلصت حنته وباكر ويده بايد غير هواي، يردونه وجماله تكت لك غشه عيونه عني، ويريد يروح ما يدري بيه، مني دفر قاسات صار بديه. لا ترجع بعد بلكي مننا منساك، بلكي غطى وجهك شرشف الشراي. شفت الماخذك وتمعنت بزين، لا صاحب طويله ولا وجه جنان. شرى من الشعير بالقحط غالي، وحس هوسه وعراضه وشادر ببالي، مو وجه الحسن صوتي ترى والي. ودكم كشف فرقاك درب الرمل باب، بلكت اثر موجود تجدام الاحباب. قاعد والهوى يشمر بذان حروف، يا ابو ولف البعيد الحيل رايد حيل، وانا بطرق العيون المالهن ذيبان، عليهن من نجس تفحل بواقش الليل، ترى شوية النادم على بنادم دين. شلونك بالعرس؟ قالوا عليك زوين، قالوا دمعتك خربت كحل العين، يا الخربطت بحساب نجم الليالي، بالك ترى يقولون حوبك خيال. الله يحفظكم، الله يخليك وعاشة تنام لك. يعزك حبيبي استاذ ونورتنا اخوي الغالي وما طيب. قصرت. شكرا لكم، شكرا لهاي الدعوه الانسانيه اللي خليتوني اليوم اشوف شاكر، ويعني على الاقل انه انا مقدم فد شيء الشاكر بسيط جدا. شنو الاحساس اللي حسيته بهاي الحلقه؟ والله قلت لك احساس غريب، قلت لك هاي مو دعوه شعر، لا لا هاي اكبر. الله. شايف انت تكون الدعوه مطعمه بالجانب الانساني بالجانب الروحي، انه انا جاي واكو شخص امنيته يشوفني يعني كبيره. اي والله الله يخليك. ان شاء الله احنا ما راح نوقف يم شاكر، يعني راح يتابعون البرنامج هواي اطفال. انا بخدمتك امان استاذ احمد، اللي يتواصل ويانا نتواصل وياه. كل انسان يحتاجني بهذا الجانب انا موجود. الله يخليك، وهاي من انسانيتك. الله يحفظكم ونورتنا. يعزكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شاكر، نختم. احنا عندنا هاي هديه من البرنامج، نعرف شنو ذوق الطفل اللي يجي ويانا او الشاب، فبعد هاي تروح انت وزين العميدي براحتك وانت شوف شنو اللي يعجبك. اوكي نختم. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم الى ختام حلقتنا. هلا باطفالنا، اعتبروهم ابنائكم. خلي كل مشهور، كل شخص عنده ناس تحبه ينظر لهم نظرة أبوية وما يقصر بدعم أطفالنا. صعب من نسمع اليوم طفل يتوفى بسبب مرض وهو ما تحققت أمنيته، والله الليل من نامه. فأتمنى أنه ننظر لهم نظرة أبوية وما نقصر بإنسانيتنا اتجاههم. إن شاء الله برنامج أول حلم مستمر مع كل أطفالنا في بغداد وفي كل المحافظات، ونقدم لهم الدعم المعنوي ونفرحهم بالشيء اللي نقدر عليه. نشكر شاعرنا المبدع حسين العميدي على تواجده في برنامج أول حلم لهذا اليوم، وأيضا نشكر مطعم هوك على ضيافته لبرنامج أول حلم، وإن شاء الله مستمرين بدعم أطفالنا وزرع الابتسامة على وجوههم. مع السلامة. من تحقق حلم إنسان بالدنيا ما يظل زعلان، لما تزرع ضحكة صغيرة بوجه الإنسان التعبان. خلي نحاول قد ما نقدر نلون حلمه بألوان. طفل صغير حلمه يشوفك واقف ينتظرك فرحان. خلي نغير حال الأحسن، جايك احنا نقول اطمن، واحد من أجمل أيامه هذا
سوية، خلي نغير يوم شوية، أنا وانت دفنة واحد. أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم أول حلم